السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا مصطفى محمد ودي قناه شادو كودينج، وباذن الله النهارده جاي نتكلم عن ازاي نبيلد سيستم ديزاين للبروجكت بتاعنا، سواء انت شغال في شركه، شغال فريلانسنج، شغال برياكت، شغال بانجلر، شغال بفيو، شغال بنيتف جافا سكريبت، ايا كان الفريم ورك او شغال بيها. حتى لو انت يو اكس ديزاين يو اي ديزاينر، ممكن تشتغل بالطريقه دي عادي. الطريقه دي مش حكر على مجموعه من البشر ومجموعه تانية، لا هي دي طريقه او ميثودولوجي او ابروتش للطبيعه، مش للطبيعة اللي هي الأشجار يعني، لأ، في الطبيعة قصدي، بنشتغل بيها عشان نقدر نوفر على نفسنا شغل كتير جدا. ولو احنا شغالين في بروجكت في أكتر من شخص مسؤولين عن نفس الحاجة، مثلا أنا فرونت إند وشغال معايا أصدقائي فرونت إند وإحنا كلنا شغالين على نفس الحاجة، فعشان نقول إن التيم لما يجي كرييشن اي فيتشر جديده، الفيتشر دي متقسمه مثلا كيو اي كومبوننتس ومش عارف ايه وهكذا، ايه الترتيب المنطقي ان الفيتشر دي تتحط فيه، او ايه الطريقه اللي انا هبني فيها السيستم ديزاين بتاعي ككل، عشان اقدر يكون عندي تواصل ما بين التيم كويس ولذيذ كده، وما يكونش عندي مشاكل وانا مش عارف الدنيا رايحه فين. وطبعا من اكبر المشاكل اللي اتقابلنا في رياكت ان مفيش ديزاين سيستم واحد نقدر نقوله. لا، انا ممكن اكون بكتب بطريقه معينه، عندي فولدر ستراكشر معين، شخص تاني عنده فولدر ستراكشر تاني. فاحنا بالاتوميك ديزاين ده هنقول ان احنا كلنا هنادابت او هنتعامل مع الاتوميك ديزاين بشكل ما في البروجكت بتاعنا. فانا بحكم الناس أو بحجم الناس انها تبدا تتعامل مع الديزاين بتاعنا بالشكل ده، عشان نطلع بابروتش نضيف بعد كده نقدر نعمله مينتينس وانهانسمنت براحتنا، والدنيا تبقى لذيذه ان شاء الله. لو ما تعرفش حاجه عن الاتوميك ديزاين خالص، فالفيديو ده ان شاء الله يعرف كل حاجه. لو سمعت عن اتوميك ديزاين قبل كده فاسمع الفيديو ده برضو، ان شاء الله هيبقى مفيد. احنا هنتكلم بشكل سريع كده عن الاتوميك ديزاين، وهفهمك الفكره ماشيه ازاي، الاتومز بقى والموليكيولز والاورجانيزمز والتمبلتس والبروجكتس، انا ايه الفرق ما بينهم. كل حاجه ان شاء الله هتبقى سهله جدا ولذيذه يعني. الموضوع مش معقد جدا، والفيديو ده ان شاء الله هيبقى سريع. فاعمل لنا لايك وكومنت كده، واكتب لنا تحت في الكومنتات يعني لو الفيديو ده عجبك، عشان تشجعني ان شاء الله ان انا استمر. ولو انت تيم ليد، ابدا اعمل ابلاينج الطريقه او الديزاين سيستم ده عندك في البروجكت بتاعك، هيفرق مع الشباب جدا يعني. سواء بقى شغال في شركه او شغال انت واصحابك كده عاملين شركه اونلاين، ايا كان يعني. فابدا انك تستخدم الموضوع ده، هيفرق معاك جدا كانتاجيه وكتعامل مع التيم ان شاء الله يعني، وانك تبعد عن التعقيد بعد كده يعني باذن الله. طيب، ده سيستم، ده ديزاين سيستم. مش بقول ان هو لازم تستخدمه، لا، انا بقول لك يفضل انك تستخدمه. في ناس كتيره جدا بتستخدمه وفرق معاها، انا واحد من الناس يعني. فحبيت ان انا اشارككم المعلومه، مش اكتر من كده. فلو الفيديو عجبك، لايكك الجميل، ومن غير رغي كتير جهز قهوتك ووريني ضحكتك، ويلا نبدأ الفيديو. طيب يا صديقي، الاتوميك ديزاين ده اولا في موقع رسمي طبعا للاتوميك ديزاين، ولكن احنا هنشرح من بلوج تانية. كل اللينكات هسيبها لك ان شاء الله في الديسكريبشن، عشان تبدا انك تتعرف عليها. وكمان لو انت كتبت اتوميك ديزاين سيستم هتلاقي يعني الاف تقريبا من الارتكلز او مئات من الارتكلز، مش متاكد بصراحه. فالاتوميك ديزاين ده اللي عامله شخص اسمه براد فروست. تسلم. بس ده مش الحاجه اللي عندنا يعني. هو بيقول لك ان كل حاجه بيتكلم بنظام الالكترونيك بقى، واللي هي الحاجات اللي احنا الغريبه اللي احنا مش عارفينها دي، فاحنا هنتكلم بالبروجرامنج. ده الاستراكشر يعني، تمام. فاحنا هنسكيب الجزء ده كله، ونقول لك دي الاليمنتس الخاصه بالاتوميك ديزاين بتاعنا. عندنا ايه؟ عندنا هنا اتومز، مولكيولز، اورجانيزمز، تمبلت، وبيجز. اوكي، مفيش مشكله. قبل ما نقرا الكلام ده كله، تعالى نبص نظره مع بعض كده عن الموضوع ده ونفهمه بالتفصيل. الاتومز دي عباره عن ايه؟ بكل بساطه ممكن تبقى الليبلز بتاعتك ده اتوم، اوكي. ممكن يبقى الانبوت بتاعك ده اتوم تاني. ممكن يبقى السبمت، الزرار ده، الزرار ده مش سبمت مثلا، لا، الزرار ده ممكن يبقى سبمت لوجن ايا كان يعني. فالزرار ده ستيل برضو ايه؟ اتوم يعني. طيب، لحد دول كده كل واحد لوحده ما بيعملش حاجه يعني، ما فيش حاجه مفيده بيعملها، او مثلا بيعبر عن حاجه. اوكي، ممكن السبمت ده يبقى ريجستر، ممكن يبقى لوجن، ممكن يبقى اي حاجه، اي حاجه بتصمت. الانبوت ده ممكن يبقى ايميل، ممكن يبقى باسورد، ممكن يبقى على حسب ايه الكونفيجريشن بتاعته يعني، ممكن يبقى فيرست نيم لاست نيم وات ايفر. الليبلز دي ممكن يبقى اسمها اي حاجه، ممكن يبقى اسمها ايميل، ممكن يبقى اسمها باسورد ونفس الحاجه. وهنا ممكن يبقى في عندي تايبوجرافي خاص بالتايتلز وهكذا. ما عنديش مشكله. اوكي، لحد دلوقتي ده ملهاش علاقه يعني، مش حاجه بتعبر عن حاجه. ولكن لما الاتومز دي تبدا نجمعها مع بعض بشكل معين، يبقى اسمها موليكيولز. موليكيولز يعني ايه؟ زي ما انت شايف كده، عندك دلوقتي ليبل اللي هو اتوم اسمه ايميل، وعندك اتوم تاني اللي هو بتاع الانبوت. فدلوقتي
ما رحناش عملنا انبوت جديد او اتوم جديد، لا احنا عملنا انهيرت او اكستند لي الحاجه دي عندنا، عملنا لها امبورتنج في المولكيولز واستخدمناها. فالمولكيولز عباره عن مجموعه من الاتوم بتعبر عن حاجه مفيده بالشكل ده كده. طيب انا محتاج اعمل انبوت جديد، الموضوع ده بيفيدني في ايه؟ انا محتاج انبوت جديد، مش كل مره اروح اكريت انبوت، لا انا عندي انبوت بيز بتاعي. فالانبوت ده اي انبوت انا عايز اعمل له كريشن بعيد عن الكونفيجريشن بتاعته، هاخد الانبوت ده اعمل له امبورت هناك وخلاص على كده. وطبعا طبعا عارفين الموضوع ده. وهنا زي ما انت شايف كده عندي السبميت، نفس الموضوع ده زرار بيسبميت ايا كان بقى، بيلوجن بيريجستر بيعمل ايا كان كول تو اكشن بكل بساطه يعني. اوكي. المولكيولز هنا اتفقنا ان هم مجموعه من نعيد الكلام تاني، عندي انبوت وليبل، فكده بقى ده مولكيولز حاجه انا فاهمها، ليبل وام ده، فانا كيوزر دلوقتي فاهم ان الاثنين دول مع بعض بيعبروا لي عن حاجه. تمام. المولكيولز ده قلنا الاورجانيزمز مجموعه من المولكيولز، انا عندي والله دلوقتي ايميل، فبعمل اكستند للايميل بقى عندي حاجه اسمها باسورد. اوكي. وهنا سبميت بقت لوجن، كول تو اكشن بقت لوجن. ده اورجانيزم حاجه ليها يعني مجموعه من المولكيولز مع بعضها بنجمعها كاورجانيزم. زي مثلا ما بتشوف الهيدر فوق بيكون عندك ناف بار اللي هي اللينكس بتاعت الناف بار، وعندك اللوجو. تمام. الايمج دي لوحدها ممكن الافاتار دي ممكن تبقى اتوم، الاسم بتاع اللوجو ده او لو في اسم يعني ده اتوم، الاثنين اتجمعوا مع بعض بقى حاجه اسمها افاتار بيج، او آه، ايا كان سماه ده، ده ستيل مولكيولز. بعد كده جمعنا عندنا في الجهه المقابله حاجه مثلا عايزك تتخيل معايا يعني ناف بار في ايتمز، الايتمز دي كل ايتم منهم عباره عن اتوم، اما اتجمعوا مع بعض بقى مولكيولز بتعبر لي على حاجه. ولكن اما الهيدر نفسه بقى في الناف بار وفي الافاتارز بتاعتي، او الافاتار اللي هو اليوزر يعني والاسم بتاعه هكذا، بقى ده اورجانيزم هيدر اورجانيزم. اوكي. ويفضل في اواخر اي فايل يبقى مثلا لو ده اسمه انبوت يبقى اسمه بيز انبوت اتوم مثلا يعني، ده بيز بوتون اتوم عشان يعرف للمبرمجين ان ده اتوم، ليبلز اتوم وهكذا. ده يفضل، ممكن ما تعملش كده براحتك. الموليكيولز نفس الموضوع. مثلا مثلا هنا ممكن نقول انبوت موليكيولز مثلا، او انبوت فورم موليكيولز زي ما انت عايز تسميه. انا كده فاهم ان الموليكيولز ده بيعبر عن مجموعه من الوحدات الخاصه بالانبوتس، او من الاتومز قصدي. الاورجانيزمز هيدر اورجانيزم، فوتر اورجانيزم، وهكذا. تمام. فورم اورجانيزم. التمبلت عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الاورجانيزمز متجمعه مع بعضها، بس ده تمبلت. تمبلت ده يعني ايه؟ تمبلت الناس عندها مشاكل كتير في فهم التمبلت ده، وبتقارن ما بينها وما بين البيجز. التمبلت ده حاجه ثابته، ممكن انا اعمل لها يعني، ممكن نقول التمبلت ده حاجه ثابته زي ما انت شايف كده، عندي فورم فيها تكست وفيها تكست. اوكي. انبوت وانبوت مفيش مشكله، بس وكول تو اكشن مش بتعبر عن حاجه معينه. يعني التمبلت ده مش بيعبر عن حاجه واحده بس، لا. ولكن البيج بقى دي الداتا فعلا اتحطت في التمبلت فرجعت لي بيج، ممكن يبقى في اكتر من بيج عندي عادي بنفس التمبلت. اوكي. لسه هنفهم الموضوع ده ان شاء الله قدام برضه. فاتفقنا ان احنا عندنا اتومز، موليكيولز، اورجانيزم، تمبلت، بيجز. هنا ممكن تقرا انت الارتكل ده عادي مفيش مشكله. هو هنا بيقول لك عندي الهيدن زي ما انت شايف كده، بيبص هنا الهيدنج ده اللي هو اتوم عادي، البوتون تكست ده ستيل اتوم برضه مفيش مشكله. ممكن انت برضه تقرا الحاجات دي اهو، بيقول لك ايكون بوتون ستيل اتوم، احنا في الاتوم هنا. ممكن تختار الكلام ده، انا فهمتك هو عباره عن ايه يعني. الايكون بوتون ده ستيل اتوم، البتاع دي اتوم، الالبوم ارت اللي هي الجزء ده اتوم، السلايدر ده اتوم، الايكون بوتون ده اتوم، ده اتوم، ده اتوم، ده اتوم، وهكذا. دي الاتومز بتاعتنا. لما المولكيولز بتاعتي بقت عباره عن ايه؟ جمع لي مجموعه من الاتومز دي مع بعض اهو، البوم ارت زي ما انت شايف كده، تايبوجرافي اللي هو اتوم بقى مع الالبوم بالشكل ده، مع الايكون، مع الحاجات دي كلها، بقى ده مولكيولز. جمع لي مجموعه من الاتومز بتعبر عن حاجه معينه، اللي هو في الحاله دي الريكتانجل كارد بالشكل ده كده. تمام. حاجه مفهومه. الاورجانيزمز عباره عن ايه؟ الريكتانجل كارد اللي انت شفته ده متجمع مع بعضه في مكان اللي هو البابيولر، بقى عندي بابيولر هنا مجموعه من المولكيولز زي ما انت شايف كده بالشكل ده كده. كان الاول اول حاجه خالص في البدايه خالص كان ده اتوم وده اتوم وده اتوم وده اتوم، جمعناهم مع بعض بقى مولكيولز. جمعنا المولكيولز ده مع بعض في حاجه بتعبر عن حاجه اكبر، بقت ايه؟ عباره عن اورجانيزم. التمبلت زي انا ماليش علاقه، انا مش بريفير للابلكيشن ده، انا ماليش علاقه بيه، بس انا بشرح لك الفكره مش ازاي يعني. اوكي. المولكيولز ده مولكيولز لوحده كده بيعبر عن حاجه، ده مولكيولز زي ما اتفقنا، ده اورجانيزمز. فمجموعه من الاتومز والمولكيولز وال المولكيولز والاتومز جمعت لي الاورجانيزم بتاعي بالشكل، والاورجانيزم جمعت لي التمبلت بتاعي. يعني ده ايه؟ ده مولكيولز، ده مولكيولز زي ما اتفقنا، ده اورجانيزم،
بالشكل ده كده، ده موليكيولز ده موليكيولز، فده جمع لي التمبلت بتاعي، مفيش مشكله. طيب التمبلت بتاعي لحد دلوقتي ده تمبلت اقدر ان انا اخده التمبلت ده واشغله في اكتر من بيج، زي ما انت شايف كده. دلوقتي بقى عندي يعني انا ماليش دعوه بالميوزك دي، انا مش بريفير لها، اقول تاني انا مش بريفير ليها، بس ده اكزامبل بس يعني، مش بريفير للتطبيق ده خالص، انا ماليش علاقه بيه يعني. فانت عايز تستخدمه ده، دي حاجه بتاعتك، انا ماليش علاقه بيها، انت شيل وزرك يعني. تمام. ده ده جزء، ده مولكيولز، تمام. وده تمبلت ستيل، ده بقى التمبلت خلاص. تمام. التمبلت ده هو نفس ده، ايه اللي متغير هنا؟ لو خدت بالك هنا مكتوب مثلا كولد بلاي، هنا مكتوب ايميجن ريجنز بس كده. فالداتا اتغيرت، والتمبلت ده استخدمته في اكتر من بيج بس كده. هو ده موضوع التمبلت والبيجز. نشوف صفحة تانية او مقالة تانية بتتكلم على الموضوع ده. نفس الموضوع بالظبط، هتلاقي بيقول لك بيريفير نفس الحاجه. عندك الاتومز ممكن يبقى سيلكت يور انترست اللي هي الليبل، ممكن يبقى دروب داون ليست ده اتوم، ممكن يبقى سبميت. لما تجمعهم مع بعض بقى موليكيولز بالشكل ده كده، بيعبروا عن حاجه. الاورجانيزم مجموعه من الموليكيولز، ده موليكيولز وده موليكيولز وده موليكيولز وده موليكيولز، جمعناهم مع بعض. التمبلتس اهو عندي ده نجيب الاورجانيزم الاول، جمعنا مجموعه من الموليكيولز. عندي التمبلت ده اورجانيزم اللي هو الهيدر، وعندي الكونتاكت اصلا ده اورجانيزم تاني، فبقى ده تمبلت. والبيجز حاجه بتاخد التمبلت دي وتعبر عنها بداتا تانية او داتا حقيقيه على حسب كل صفحه. وبس كده خلصنا يا جميل. كده كله حاجه ان شاء الله بقت واضحه وسهله. بص على الديسكريبشن، هتلاقي تحت كل اللينكات اللي اتكلمنا عليها. عايز تبحث على حاجه معينه زي ما قلنا، ابحث براحتك. ان شاء الله هتلاقيني برضو ساب لك لينك الفيسبوك واللينكد ان بتاعي، عشان لو حابب تتواصل معايا على موضوع المنتور شيب، ونقدر نشوف طريقه كويسه نوصلك ان شاء الله لسوق العمل. تقدر تكلمني ان شاء الله تحت في الديسكريبشن، هتلاقي اللينكات يعني. لو انت حابب تدعم القناه عشان القناه نطور من المعدات ونطور من الطريقه اللي بنقدم بيها، تقدر تدعم القناه عن طريق انستا باي ان شاء الله، برضه هتلاقيني ساب لك اللينك في الديسكريبشن. وبس كده يا صديقي، مش عايز اطول عليك، الفيديو ان شاء الله يكون لذيذ بالنسبه لك، اعرف بقى قرايبك وحبايبك ونسايبك وكده، واعمل شيرنج لكل الناس يعني. بس كده اشوفك على خير يا جميل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.